السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. النهاردة إن شاء الله معنا شوية حيل وشوية أفكار هتوفر معانا في الميزانية. قبل كده عملنا فيديو كامل لكل المعجنات الخاصة باللانش بوكس بتاع الولاد. عملنا حلو وعملنا حادق، عملنا كب كيك مالح وعملنا كب كيك حلو، وعملنا كمان العيش الفينو الاقتصادي، وعملنا معجنات محشية، عملنا وصفات حلوة جدا، وعملنا باتيه الأفران بطريقة كمان اقتصادية. النهاردة برضو إن شاء الله هنعمل شوية حيل وشوية أفكار، يعني ازاي نوفر في بند برضو اللانش بوكس بس بميزانية ما تكونش فيها معجنات خالص. يعني أنا دلوقتي مش عايزة أدي ولادي معجنات أو بخاف من العجين ومش هقدر أعمل معجنات. طيب تعالي نتعرف كده على شوية أفكار تقدر تمشي بيها ان شاء الله بيتك كده وتأكلي الولاد حاجات صحية موجودة في البيت. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف يومنا النهاردة ماشي ازاي. انا اول حاجة جبت قالب من الحلاوة. قالب الحلاوة ده جايباه من عند بتاع الجملة. القالب ده 2 كيلو جايباه بحوالي 98 جنيه. تقدري تعملي الحلاوة الطحينية في البيت وتقدري تجيبيها كده لو انت ما عندكيش وقت تعمليها في البيت، بس ان شاء الله هنعملها مع بعض بإذن الله في الأيام اللي جاية. انا خدت نص القالب وقطعت منه حتة كده وحطيتها في علبة بلاستيك علشان نستخدم منها، وبقيت القالب عشان ما يتهدرش مني حطيته زي ما هو في كيسه في التلاجة. بعد كده كان عندي علبة بلاستيك، العلبة ديت يعني يعتبر مركونة وهتترمي لأنها فيها كسر كده. فانا قلت طب ليه ارميها مع ان العلبه الماتيريال بتاعها حلو جدا وقويه. هعملها زي كده العلب بتاعه البيض تبقى شكلها حلو جدا. جبت كرتونه من بتوع البيض قطعتها كده على اساس ان هي تيجي مقاس العلبه بتاعتي، وابتديت احط فيها البيض بتاعي. هبتدي ارص فيها البيض برضو بتبقى حلوة جدا ومحكمة الغلق. انا حاولت هنا اعمل طبقة تانية بس لقيتها ان هي هتبقى عالية قوي لان العلبة بتاعتي مش هتاخد طبقتين. بس لو عندك علبة زي دي كده ومش عارفة تستخدميها في ايه تقدري تعملي بيها نفس الطريقة كده. فكرة سهلة وبسيطة وما خدتش معانا وقت خالص، وفي نفس الوقت استفدنا بالعلبة اللي انا كنت خلاص هرميها. هبتدي بقى كده احط برضو شوية بيض على الوش كده، وبعد كده احطها في التلاجة. البيض مهم جدا في الفطار بتاع المدارس، تقدري تعمليه. ان شاء الله هنعمله برضو في وصفات حلوة كتير. انا عملته برضو على القناة قبل كده في اكتر من وصفة، تقدري تعمليه وتدخليه في المعجنات، وتقدري كمان تعمليه لولادك سندوتشات وتضاعفي الكمية بتاعته باضافة بس شوية كده من اللبن او شوية من المية. بس انصحك شويه من اللبن لان اللبن بيدي قيمه غذائيه عاليه، وكمان بيدي طعم احلى بكتير من الميه. وتقدري تجيبي كمان زي ما انا قلت لكم قبل كده اللبن البقري سعره بيبقى حنين. انا بجيب الكيلو ب 12 ونص، ارخص كتير جدا من اللبن الجاموسي او اللبن المعلب. فتقدري تجيبي اللبن البقري وتدخليه لولادك في الاكل. دلوقتي برضو التين موجود كتير جدا في السوق. يعني انا جبت الشوية دول حوالي كيلو ونص، انا كنت جايبة ممكن يكون 3 كيلو او كده. نقيت منهم الطرية شوية، يعني الكيلو من ده ب15 جنيه. اللي لقيتها حلوة حطيتها في التلاجة الولاد ياكلوا منها، واللي لقيتها طرية شوية ابتديت افتحها كده بعد ما غسلتها كويس جدا. دول حوالي كيلو ونص من التين. ضفت لهم كوباية من السكر، ده سكر تموين. تقدري تضيفي لهم كوباية ونص من السكر على حسب انتي بتحبي المربى مسكرة قوي ولا لا. وبعد كده حطيتها في قلب التلاجة وسبتها بقى. التين هينزل ميته والسكر ده هيدوب خالص، وهوريكم شكلها بعد ما اطلعها من التلاجة. تعالوا نعمل مع بعض وصفة حلو سهلة وسريعة واقتصادية كمان بإذن الله. معايا 4 كوبايات من الدقيق السميد. هضيف لهم رشة من الملح بس خليهم الأول كويس جدا. حطيت لهم يعني حوالي نص معلقة صغيرة من الملح، وحوالي كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. قلبتهم كده وهركنهم على جنب. تعالوا نعمل بقى الخليط السائل السهل السريع. معايا كمان كوباية ونص من السكر. هضيف لهم كوباية من العصير البرتقال او يعني اي نوع بقى. ده مشروب كده غازي بس يعني رخيص، اي نوع رخيص موجود في السوق. ضفت منه كوباية. تقدري بقى تعمليها بالسيفن اب وتقدري تعمليها بالبرتقال، يعني الليمون او البرتقال الموجود عندك تحب تضيفيه ضيفيه. بصوا بقى هتدوقوا طعم خطير جدا باذن الله. حطيت لها كمان كوبايه من الزيت، ودي حوالي نص معلقه صغيره من بودر البرتقال اللي احنا عاملينه مع بعض على القناه. واللي ما شافش برضو الوصفه دي فايته كتير جدا.
اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله احط لكم الروابط بكل الوصفات اللي انتم ما شفتوهاش معايا. ضربت كل الخليط ده كويس جدا لحد ما السكر داب معايا وابتدى كده القوام يتقل سنه بسيطه. ضفته بقى على الخليط السائل وابتديت اقلب. انا مش عايزه تقليب كتير، انا بس عايزه المكونات كده تختلط ببعض. بعد كده جبت صينيه من صواني البيتزا، تكون سمكها رفيع وتكون مقاس حوالي ده مقاس 30 على ما اعتقد يعني. حطيت الخليط بتاعي وابتديت بقى اخبط فيها كده لحد ما تساوت، وبعد كده هسيبها على جنب شويه. هتطلع احلى صينيه بسبوسه ما شاء الله، بترمي كميه حلوه جدا وسعرها رخيص. تعالوا نعمل بقى الوصفه اللي بعد كده، سهله برضو وسريعه ان شاء الله واقتصاديه. معايا كوبايتين من السكر، ضفت لهم كوبايه من الزيت، وهضيف لهم برضو كوبايتين من خليط السائل بتاعنا دوت، اي مشروب غازي تحبيه. عايزاها بقى لونها ابيض وفاتح اعمليها بالليمون، عايزاها تكون لونها محمر شويه اعمليها بالبرتقال. وتقدري يعني الازازه دي كبيره جدا، انا خدت بس نصها، تقدري تجيبي ازازه صغيره، يعني ممكن تكون الازازه الصغيره ب10 او 15 جنيه، هتعمل معاكي وصفات كتير جدا وهيفيض منها كمان الولاد يشربوه. ده برضو شويه من قشر البرتقان اللي انا حاطاه في الفريزر. قشرت البرتقان رفيع خالص وشيلته، يعني ابتديت افصل الجلد عن اللحم. انا عايزه بس القشر عشان ما يمررش معايا، وكنت حاطاه في كيس في الفريزر. يعني عملت الاتنين كده، ودي تنفع ودي تنفع. ضربت الخليط كويس جدا، وبعد كده هبتدي اجيب معايا 4 كوبايات من الدقيق الابيض، وهضيف لهم كوبايه من النشا. لازم تضيفي كوبايه النشا دي علشان تديكي كيكه حلوه جدا. حطيت لهم كمان كيس من البيكنج باودر او كيك شيف اللي تضيفيه، بس انا بفضل كيك شيف لانه بيبقى بيخلي الكيك هشه اكتر. ضفت كمان رشه من الملح، وابتديت اقلب المكونات الجافه معايا. نزلت بالمكونات السايلة على المكونات الجافة، مفيش بقى أسهل من كده ولا أوفر من كده. هتعملي ما شاء الله صاج كبير جدا. التركاية بقى الحلوة جدا، كوباية من المية المغلية. أنا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وابتديت أشتغل في خليط الكيك بتاعنا. قلبت بقى، بصوا لازم تضيفي المية المغلية دي. وممكن على فكرة كمان تعملي الكيكة دي بالمية بس من غير اي مشروب غازي ولا حاجة. وممكن كمان البسبوسة برضو نفس الموضوع، بتعمليها بالمية بس، وعملناها برضو مع بعض على القناة، برضو بتبقى طعمها حلو جدا. بس انا حبيت اعمل تركاية جديدة وطعمه مختلف. ابتديت بقى ادخل الصاج بتاعي اضربه كويس جدا علشان الكيك، بس خدي بالك علشان ما تخرجيش الهواء منه، يعني بس مجرد ان الكيكه تدخل في الصينيه كلها او في الصاج كله. دهنته طبعا بماده دهنيه، وبعد كده رشيت عليه شويه من الدقيق. وبعد كده هبتدي بقى اجيب صينيه البسبوسه بتاعتي اللي انا اصلا سايباها شويه كده، على ما يعني لازم تسيبي البسبوسه كده شويه، حوالي نص ساعه او حاجه. قطعتها ودخلتهم الفرن على درجه حراره 180 وسبتهم يعيشوا مع نفسهم. جبت بقى معايا المربى، وشايفين ما شاء الله التين نزل ميته، والسكر بتاعنا اتكرمل. حطيته على النار يغلي بس على نار عاليه، وبعد ما غلي شلت من عليه الريم دوت. وبعد كده هوطي النار خالص وهسيب المربى بقى تعيش مع نفسها. هبتدي اعمل بقى بالشربات بتاع البسبوسه بتاعنا. دول كوبايتين من السكر، هضيف لهم 4 كوبايات من المي، وهضيف لهم عصرة ليمونة كاملة، وهرفعهم على النار يا دوبك يغلي بس، يعني يغلي، وهوطي عليه النار خالص 5 دقايق بالظبط واطفي. انا عايزة المشروب العصير بتاعي او الشربات بتاعي يكون خفيف، مش عايزاه يكون تقيل. المربى خلاص بتاعتي دخلت في سوا، ابتديت كده اقطعها بالمعلقة علشان تديني قطع صغيرة، وخلاص هنزل عليها بعصرة ليمونة كاملة برضو، وبكده المربى بتاعتي تكون خلصت. اتمنى ان انتوا تجربوها، يعني ما خدتش معايا تكلفة كتير، ومع ذلك هتديني كمية حلوة. لو حبيت تجيب البرطمان ده من بره هتجيبيه غالي جدا، فاحنا هنعمله ان شاء الله. عملناه كده واتبعي الخطوات، يعني ما عملناش سكر كتير، وطعمه هيبقى حلو جدا. تقدري برضو تعمليه سندوتشات للولاد وهم رايحين المدرسة، يعني تقدري تعملي بيض، تقدري تعملي مربى، تقدري تعملي حلاوة. والجبنة عملناها، الجبنة القريش والجبنة الكريمي عملناها بطرق كتير جدا برضو على القناة، تقدري تدخليها لولادك برضو في السندوتشات.
يعني حاجات كتير جدا هتوفر معانا بإذن الله في الميزانية. وبرضو تقدري تعملي مربى البلح لو تحبي. جيت بقى احضر الغدا. انا جبت كيلو من السمك، يعني ما جبتش كمية كبيرة. كيلو من السمك عملوا معايا سمكتين كبار كده. اهم حاجة نوعية السمك تكون حلوة، يعني اختاري السمكة تكون من جوه كده اللحم بتاعها احمر، يبقى هي ديت السمكة الحلوة اللي هتديكي قيمة غذائية لولادك. ده الخليط اللي احنا عملناه مع بعض على القناة الهريسة. طلعت منها معلقتين كبار وضفت لهم بس شوية من الشبت وزودت الملح، وابتديت احط على السمك بتاعي الخلطة الحلوة دي. ولو حابين تعرفوا برضو الخلطة دي كنا عاملينها ازاي، يعني دي برطمان الانقاذ زي ما بيقولوا، يبقى معايا في التلاجة بقى ولا فصص توم ولا فلفل ولا اي حاجة. طريقته سهلة جدا. تبلت السمك بتاعي وركنته على جنب، وقلت اعمل الرز. انا بوريكم كده خطوات منفصله، يعني بيتهيألك ان انت هتقعدي في المطبخ كتير. لا، مش هتقعدي في المطبخ كتير ولا حاجه. المربى على عين، الرز على عين، الكيك بتاعنا والبسبوسه في الفرن. وبما اني مشغله الفرن يبقى لازم استخدم وصفه فيها فرن. فعملت السمك وهنعمله بطريقه حلوه جدا. انا تبلته وهوريكم ازاي هيدخل الفرن مع شويه خضار كده وتطعيمه حلوه جدا باذن الله. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تذكروا الله وتصلي على النبي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرز الصيادية بيطلع حلو جدا، جربوه بطريقتنا إن شاء الله يعجبكم. يعني سهل وبسيط وبيبقى طعمه مميز جدا. هنزل بالرز بتاعنا وهسيبه يستوي. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تدعمونا بلايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه جداد علينا، وتفعلوا الجرس وتعملوا مشاركة للفيديو مع اصحابكم علشان الكل يستفيد من وصفاتنا بإذن الله. جبت بقى كده معايا بصلاية قطعتها شرايح رفيعة، وطماطمتين كده برضو قطعتهم شرايح رفيعة. وهجيب شوية من الفلفل الأخضر برضو هقطعهم كده، وشوية من الفلفل الأصفر، يعني أي نوع فلفل موجود عندك. ده الفلفل اللي احنا مفرزينه مع بعض على القناة. وشوية من الفلفل الأحمر. أنا بفرز الفلفل الألوان لما بيكون سعره رخيص وبطلعه بقى في الوصفات الحلوة دي. بصوا الخضار بقى هيشرب من التتبيلة اللي فايضة معانا، وكمان السمك هينزل الصوص بتاعه عليه وتحفة، وما خدش معايا وقت ولا مجهود. انا دخلته في الفرن بعد ما هطلع صينية الكيكة وصينية البسبوسة. وده قشر الليمون اللي انا عصرته عليه، ابتديت اضيفه كده يدي شكل وبيدي طعم حلو برضه كمان. دي البسبوسة طلعتها من الفرن، وشايفين الشربات بتاعها خفيف ازاي، تحفة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفات دي، سهلة وبسيطة واقتصادية وطعمها حلو جدا بإذن الله. اهم حاجة البسبوسة بتاعتي تكون سخنة والشربات بتاعي يكون برضو سخن. وبصوا كل ما البسبوسة تتشرب الشربات بتاعي يبقى انا كده البسبوسة بتاعتي ناجحة. انا هوريكم كده شكلها، يعني انا ما استنيتش تبرد علشان عايزة الفيديو يخلص بسرعة وعشان اوريكم الوصفة. بس انتي بقى بعد ما تخلصي كده حطيها في الفرن. بعد ما طفيتي الفرن حطيها في الفرن كده تاخد سخونية الفرن، وما تبرد بقى هتلاقيها متماسكة وطعمها حلو جدا. اهم حاجة حطي الشربات بتاعها كله عليها. ودي برضو شكل الكيكة بتاعتنا بعد ما خلصت. عملت معايا ما شاء الله صاج كبير جدا، هشة وطرية واقتصادية، ما كلفتناش حاجة خالص. طعمها حلو جدا، تقدري تدي منها للولاد، وتقدري كمان تتعشوا بيها بالليل كده مع شوية شاي بلبن. وسناكس حلو جدا برضو لما يجوا من المدرسة. يعني اتمنى ان انتوا تجربوا وصفاتنا النهاردة وان شاء الله تعجبكم. شايفين ما شاء الله هشة وطرية. لو عايزة لونها فاتح تقدري تعمليها بالليمون بلاش البرتقال. بصوا يعني ولا بيض بقى ولا تكلفة ولا اي حاجة. وكمان رقيقة لو عايزاها اعلى من كده تقدري تصغري الصاج بتاعك. بعد كده خلصت بقى الغدا بتاعنا، وابتديت اعمل جنبه كده شوية سلطة، واتغدينا وبالهنا والشفا. واتمنى ان يومنا النهاردة يكون عجبكم ووصفاتنا النهاردة تكون عجبتكم. واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد من ايام طباخة مصرية. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.